لا يبقى يقعدوا يا كابتن كده كده يقعدوا. طيب خلينا نطوي الصفحه دي لان القرار ليس قرارنا. انا اول طبعا ما خرجنا انا طالبت بان اتحاد الكوره يتقدم بالصلاه، لكن هم الناس عايزين يقعدوا، والاستاذ جمال علام قال لك انا لازم اقعد، ما ينفعش ان انا اقال والكلام ده كله. خلاص يتوكلوا على الله، المهم يشدوا حيلهم. ما حدش يقول له ما هو مش حدش يقدم اللي يعتذر يا كابتن، اللي يعتذر للجمهور ويطلع بيان اعتذار للجمهور لازم يواجه الرأي العام بقى. خلاص يعني يبقى عنده القوة يعمل مؤتمر صحفي. مش هيحصل خلاص وانتهى. امال هنفضل احنا نضرب اخماس في هزاز بقى؟ خلاص هو الامر لحد شهر 6 ولا 7؟ لا ان شاء الله نضرب اخماس في هزاز. هم بيتكلموا على هيرفي رينار، ولو جابوا هيرفي رينار 10 على 10 مدرب كبير وعنده خبرات والى اخره. يا كابتن هيرفي رينار احنا ما احناش حمل هيرفي رينار، بياخد برضه 250,000 يورو و300,000 يورو. هيرفي رينار من المدربين انا قابلته في كوت ديفوار لما قعدوا يقولوا هيرفي، بص هم بيخدروا الراي العام بهيرفي ايوه صح. لكن هيرفي رينار مش جاي ولا بيفكر ولا هيجي ده. هو عنده كل حاجه تحصل وحشه في اي نادي او اي منتخب لازم نقول مدرب عالمي جاي ولازم يجي، مش مهم الفلوس، وهي لغايه ما الناس تهدى كده بيتفقوا. السماسرة بيتحكموا فيهم ويقول لهم خدوا ده. دي حقيقة. والله السماسرة مبوظت. دي حقيقة، السماسرة مبوظين الكورة. خلاص هو تحكموا في الكورة مدربين ولاعبين. عملوا ملايين يا كابتن. احنا ملايين لا بيدفعوا ضرايب ولا ده احنا بالضرايب بتدور علينا احنا بالمنكاش. دول ملايين الملايين وما فيش، هم اللي بيتحكموا ده يروح فين وده يروح فين وده يروح فين. دي حقيقة دي حقيقة. ايه ده؟ ولهم علاقات خاصة ببعض ومش مقيدين لا في الاتحاد الكرة ولا في الاتحاد الدولي. بيشتغلوا سماسرة العالم العربي اللي هو كان بيعلق يافطة زمان ويأجر شقة مفروشة. ايه ده اللي احنا فيه ده؟ لا ويقولوا عليهم وكلاء. وكلاء مين؟ هم وكلاء، اصل هو له صولات وجولات مع الوكلاء. دايما كان بيصطدم معاهم وبيوقفهم. من الحقيقه كان الكابتن مجدي في شؤون اللاعبين كان له صولات وجولات. النهارده الكابتن علاء نبيل عينوه مدير فني للاتحاد. برضه افتكروا علاء نبيل فني. لا بس هو السؤال يعني المكان ده كان فيه كابتن فاروق جعفر لو تتذكر، كان فيه دكتور سعد، فيه فنجاده. يعني انا لغايه اللحظه دي مش عارف ايه دوره، يعني ما حسيتش ان في جديد في الكره المصريه. انت راجل كنت في الاتحاد. ما لسه المفروض المدير الفني بالاتحاد اولا لازم بيبقى كوميونيكيشن عالي قوي، وسيله اتصال عاليه جدا مع الاتحاد الدولي. كويس. الاتحاد الدولي لا يخاطب في الامور الفنيه والاداره والكلام دوت الا الاداره الفنيه، وبالتالي يجيد اللغه الانجليزيه. المفروض انه يجيد اللغه الانجليزيه. من يعمل في المكان ده لازم يجيد اللغه الانجليزيه، لانه دايما بيبقى على اتصال وبيطلبوه في اجتماعات ويقولوا له الجديد والكلام ده كله. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه المدير الفني المفروض ان هو اللي بيستقبل السيفيهات بتاعت المدربين المرشحين لتدريب. المدير الفني هو اللي بيعمل الرخص السي والبي والاي طب هل ده حصل قبل كده؟ يعني هل انت حسيت ان كل المهام اللي انت بتقولها دي حصلت قبل كده في الاداره الفنيه؟ محمود سعد عملها فتره، كابتن محمود سعد عملها فتره، عمل رخص. عمل الرخص دي كان بيجيد حته الرخص، ولكنه برضه ما عملهاش بدقه شديده، بدليل ان الرخص بتاعتنا غير معترف بيها في اسيا. حاليا غير معترف بيها في اسيا. اللي بياخدها ما لازم يعادلها هناك. ايوه صح. وبعدين توسع فيها بشكل كبير جدا جدا، وبعد كده اتقفلت مره واحده. لكن شايف اختيار الكابتن علاء يعني صادف اهله؟ لا احنا لسه ما شفناش. لسه طيب انا عايز اساله سؤال معلش. لا انا هجاوب على حته ان هو انت المدير الفني شغلته ايه؟ المدير الفني للاتحاد. الاتحاد عنده مكتب حلو قوي قوي في الاتحاد. عايز اساله سؤال. اصدقائي في الاعداد قالوا لي ان الكابتن مجدي امبارح كان بيقول يا ريتني كنت لعبت في الزمالك. فده ايه ده؟ لما لقيت. لا بص يا كابتن، انا كنت متخيل ان يعني الاهلاوي اللي يعدي من قدام نادي الزمالك يبقى خان النادي الاهلي. ده كان تفكيري. طب ايه يعني ايه مناسبه الحوار ده؟ لا ما كان في اطار ان انا يعني انت بتقول انا ندمت ان ما لعبتش الزمالك؟ ما اتعرض عليا ان انا العب في الزمالك ورفضت. انت بعد دلوقتي ما رجعت من البرتغال. ليه؟ لان انا شديد الاهلاويه.
اهلاوي. امال ليه قلت انا ندمت ان انا ما لعبتش؟ ما هو لما ده اسقاط على حاجه يعني. لما لقيت ناس لعبت في الزمالك وبقت بتدير في النادي الاهلي. يعني زكريا ناصف بالبلد ده زكريا وايمن شوقي ومين تاني. ناس كتير لعبت في الزمالك واسمه ايه دوت المذيع اللي في قناه الاهلي بتاع الاسماعيلي، ما لعب في الزمالك. اسلام الشاطر. اسلام الشاطر مش لعب في الزمالك اسلام الشاطر برضه؟ اسلام ما اعرفش. جه لعب لعب في الزمالك. لعب في الزمالك. ومسكوا بقيادات، هم قيادات دلوقتي في النادي الاهلي. وهيثم السعيد انا كنت كمان. انا لو كنت لعبت عبيط، انا كنت عبيط. عملها اسقاط فظيع. يا ده اسقاط يعني. اسقاط جميل. هي كلها اسقاط. بقول لك ايه، طب ما انا لعبت في الزمالك، ما مسكتش منصب في النادي الاهلي يعني. لا ما هو انت ليك حاله خاصه. لا بقى انت اخترت سلك الاداره. ايوه والكلام ده كله. هو فعلا مجدي عملها اسقاط جامده جدا. لا اسقاط طبعا، اسقاط. هو يعني هو يقصد بيها ان هو راجل ابن الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاهلاويه وعشاق منتخب مصر في كل مكان، ما تنسوناش بلاك اشتراك، بارك الله فيك. طبعا تعليق ناري من الكابتن مجدي عبد الغني، بيقول لك يا ريتني كنت لعبت في الزمالك عشان امسك منصب في النادي الاهلي. طبعا عشان تمسك منصب في النادي الاهلي في اسس وقواعد في النادي الاهلي، مش اي حد بيمسك منصب في النادي الاهلي. لازم تكون مخلص للنادي الاهلي يا كابتن مجدي عبد الغني، والاخلاص ده بيبقى قولا وفعلا وعملا. اذا كنت بتتكلم عن الكابتن ايمن شوقي واخرين، الكباتن دول برغم انهم لعبوا في نادي الزمالك لكنهم دائما ناس محترمه، عمرها ما اتكلمت عن النادي الاهلي وحش. والفتره اللي لعبوها في نادي الزمالك كانت فتره صغيره. اذا كنت بتعمل اسقاط ان اللي بيلعب في نادي الزمالك وخارج النادي الاهلي بيرجع يمسك منصب في النادي الاهلي، فلعب غيرها مجدي عبد الغني. الموضوع مش كده، الناس بتفهم والناس فاهمه انت بتفكر ازاي. في فرق بين الناس اللي بتتفانى في خدمه النادي حتى لو لعبت دقيقه واحده في النادي الاهلي، وبين الناس اللي كل تفكيرها في المصلحة الشخصية، وإنها عايزة تركب فوق ظهور الناس للمصلحة الشخصية. النادي الأهلي فوق الجميع، وده المبدأ اللي بيعمل بيه الناس اللي في مجلس إدارة النادي الأهلي، الكباتن الكبار اللي موجودين في النادي الأهلي، وإحنا بنثق فيهم ثقة كبيرة. لكن بتوع الفانيلات والشرابات ملهمش مكان في النادي الأهلي يا كابتن مجدي عبد الغني. اوعى تفكر انك كده هتقدر تهيج اي حد من جمهور النادي الاهلي على مجلس اداره النادي الاهلي. بغض النظر عن بعض الصفقات او بعض الاخطاء، جل من لا يسهو سبحانه وتعالى. مفيش حد ما بيخطاش، مفيش حد بيجتهد وهو مخلص الا ما برضه بيصيب وبيخطئ، ولكن كله في حب النادي. لكن الناس اللي بتجتهد لمصلحتها الشخصيه كل الجماهير عارفاها وعارفاها كويس جدا، ومن زمان مفضوحه، من زمان وفضايحهم موجوده من زمان. النادي الاهلي مش بيقبل ناس اصحاب فضايح، سواء على المستوى الشخصي او المستوى العملي العلني. في كل الاحوال جماهير النادي الاهلي عارفه تاريخ كل واحد كويس. وقبل ده يا مجدي عبد الغني كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه. ودون رايك في التعليقات، ادينا لك اشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.